هو عم يحط لنا القهوة، طعنته أول طعنة. لحقته على المطبخ؟ لا، لك فات ساوى القهوة وطلع. جاي لعندكم عم يقدم لكم القهوة؟ تمام، حتى على الطاولة هو عم يفتل، طعنته أول طعنة والثانية. بشو؟ بالسكين. جايب معك سكين انت؟ تمام. شو كان عم بيقول لك وانت عم تقتله وانت عم تطعنه؟ الأب شو كان عم بيقول لك؟ عم يقول لي ليش؟ بيقول لي شو بدك؟ شو عندك جواب؟ ما كان عندي جواب لشيء. بتعرف ليش انت كنت عم تقتله؟ لا ما بتعرف. الأم شو قالت لك؟ الأم قالت خذوا المصاري وروحوا. قالوا لما يحسوا نمواته. كان في غشتين وحلقة فضل. راح واخد منه السكينة ودخل جوه على الست 17 طعنة. ودخل على أخته اللي عندها 8 سنين دبحها. إن عواقب ارتكاب الجريمة وخيمة جدا، ستودي بك إلى أوضاع مأساوية حزينة. نصيحة: لا تورط نفسك في ارتكاب أي جريمة أو مخالفة للقانون، لأن الجريمة لا تفيد. ساعة مع حنفي. أهلا بكم، أهلا بكل مشاهدي قناة ساعة مع حنفي، القناة المعنية بعالم الجريمة واللي من خلالها بنرسخ لمفهوم هام للغاية إن الجريمة مهما كان ذكاء مرتكبها أو فاعلها لن تفيد، وإن العقاب واقع لا محالة. تعال نشوف الجريمة دي علشان بس يا جماعة والله مش أي حد ندخله بيوتنا، مش أي حد يدخل يشوف مالنا وحالنا. راجل محترم اسمه ياسر عنده بيت محتاج يعمل فيه شوية تصليحات في الكهرباء. كلنا على فكرة بنحتاج في وقت من الأوقات ندخل صنايعي، سباك، كهربائي، نجار، شيء عادي. فالأستاذ ياسر المحترم، ودي صورته على فكرة، طلب عايز واحد كهربائي يكون كويس عشان يجي يعمل له الشغل. فالناس قالوا في واحد اسمه عمر ده اسمه عمر محمد مصطفى، عنده 25 سنة. تعالى يا عم، ده عامل كهربائي واد كويس يعمل لك الشغل كله. فالاستاذ ياسر اتصل بيه: استاذ عمر، ايوه بعد اذنك عندي شويه شغل كهرباء عندي في البيت، تعالى علشان تعمله. بيتك فين؟ قال له بيتي في الموجود، هبعت لك اللوكيشن على التليفون. عمر راح ومعاه واحد صنايعي معاه مساعد. دخلوا البيت لقوا البيت بسم الله ما شاء الله نجف، انتريهات، بيت عز. قعدوا شربوا القهوة والراجل الأستاذ ياسر قام بالواجب. قال له عايز ايه؟ قال له عايز شغل هنا واعمل لي قبليك هنا ونعمل شغل كهرباء. قال له ماشي. ياخد معاك كام شغل؟ كام ساعة؟ قال لي ياخد معايا 3 أيام. ماشي. هتبدأ امتى؟ قال له هبدأ من بكرة إن شاء الله. فعلا جه في يوم. طبعا الصنايعي لما بيشتغل وبيأخر لازم ياكل، ده واجب الضيافة يعني. مش أي صنايعي بيشتغل عندك في بيتك وبيجي الساعة 2 3 الظهر لازم يتغدى. فالزوجة المحترمة جات وغدت وعملت لهم الأكل وحطته لهم على السفرة عشان ياكلوا. والعيال عندها 3 أطفال، أكبرهم 11 سنة وأصغرهم 2 سنين. العيال بيلعبوا في البيت عادي، والأستاذ ياسر قاعد وولاده حواليه مفيش مشكلة. أول يوم خلص، تاني يوم خلص. عمر محمد مصطفى اللي هو الصنايعي ده وعامل الكهرباء والفني اللي معاه اللي اسمه محمد مرزوق عنده 20 سنة. عمر بيقول لمحمد: شفت البيت؟ قال له بيت مين؟ قال له مرات الراجل اللي اسمه ياسر. قال له مالها؟ قال له فردة. قال له يعني ايه فرد؟ قال له شفت جسمها عامل ازاي؟ قال له يا راجل احنا رايحين نعمل شغل ونبص على النسوان والستات. قال له شاف الخير اللي هم فيه؟ قال ايوه صراحة الناس دي مجرشة معاها فلوس. قال له طب اقول لك ايه، ما تيجي نسرق البيت ده. قال له نسرقه كيف؟ قال ندخل نلمم اللي فيه. قال له لما يحسوا نمواته. قال له ايه انت مجنون؟ قال له بضحك معاك، احنا نروح الصبح ونسرق السريقه ونهرب انا وانت من البلد لو حد شاف. قال له انا معاك. الساعه 6 الصبح
الجرس بيرن، استاذ ياسر مراته بتقول له مين اللي جالك الساعه 6؟ لقيتها. بص بالعين السحريه لقى اصحاب الشغل الصناعي عمر ومعاه محمد. فتح خير يا عمر؟ قال له اصل انا عندي شغل النهارده والله بعد العصر، وانا قلت اجي بدري اخلص شغلي بدري وبعد كده الحق السبوبه الثانيه. قال تشتغل الساعه 6 الصبح يا عمر؟ قال له خد راحتك انت يا باشا، ادخل جوه نام، انت مالكش دعوه بينا، احنا البيت بيتنا. قال له حاضر. قال له بس بعد اذنك اعمل لنا فنجان قهوه قبل ما تدخل تنام. صناعيه شغالين عنده بقاله يومين وجوه بدري، قالوا عشان في سبوبه في حته ثانيه هنخلص عندك بدري اخر يوم ونطلع السبوبه الثانيه. قال له ماشي. الراجل دخل مش هيصحي مراته بقى الساعه 6 الصبح، دخل يعمل لهم القهوه. استاذ ياسر دخل يعمل القهوه لعمر والصبي بتاعه محمد. فوجئ وهو في المطبخ الاتنين راحوا ماسكينه بالسكاكين دب 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 في المطبخ. الراجل راح وقف في المطبخ على طول. هما نفسهم في اعترافاتهم كان بيسألهم ليه بتعملوا كده ليه؟ بقى كده دخل الاتنين على الست اللي هي مرات ياسر نايمه. راح قال لصاحبه عمر، قال له صاحبه اقف بره انت. قال له هتعمل ايه؟ قال له انت مالك بقى اقف بره. راح مصحي الست، حاطط السكينه، هات الفلوس. كان فيه 600,000 اتفضل، كان فيه عملات ذهبيه اتفضل، كان فيه غشتين وحلق اتفضل، بس هتكسبوني ما تموتونيش وانا مش هجيب سيره ليك والله يا عارفاه. قال لها انت عارفان واول ما همشي هتبلغ عني الشرطه. قالت له اللي انت عايزه امضي لك على صلاه امان. المهم للاسف فراح قال لها هذبحك لو اتكلمت، راح مجرتها من ملابسها واغتصبها. في الوقت ده الولد ابن الاستاذ ياسر اسمه عمر عنده 11 سنه. قام بينادي على امه، الواد التاني راح ماسكه اللي واقف بره. الواد كان طالع داخل حمام الله اعلم. فين اخواتك؟ قالوا في الاوضه. خدوا. كان الراجل التاني خلص اغتصاب الست وهو طالع صاحبه قال له يعني انت اغتصبت؟ ده انت لو هيسجنونا علشان قتلنا الراجل هيعدمونا عشان الست. فقال له عندك حق صح. راح واخد منه السكينه ودخل جوه على الست 17 طعن. 17 طعنه على الست اللي كانت بتلملم هدومها بعد ما اغتصبها. وراح مسك الواد الصغير اللي عنده 11 سنه قال له سيبني يا عمو، في اعترافاتهم سيبني يا عمو وهديك الحصاله اللي معايا وهديك العجل. سيبني يا عمو هديك الحصاله بتاعتي وهديك العجل. للاسف راح خبطه 7 طعنات ودخل على اخته اللي عندها 8 سنين دبحها، ودخل على الطفل اللي لسه في اعوامه الاولى خنقه وموته. بعد كده صاحبه قال له خربت البيت، موتت الراجل واغتصبت الست وقتلتها وموتت 3 اطفال منك لله، ده احنا واخدين اعدام وش. قال له ما تخافش انا عندي فكره. دخل فتح عن الغاز اللي في الشقه كله دب دب، قال له الغاز هيملى البيت واحنا ماشيين عود كبريت البيت كله يولع، هيقول لك ماتوا في الحريق ولا حد هيحس. يلا بسرعه احنا طلعنا بغنيمه وقرشين حلوين. بالفعل ولعوا نار وراحوا طالعين من الشقه. شويه البيت كله ولع نار، ده غاز. وهم طالعين الناس شافوه، والناس شافوا دول الصناعيه. الشرطه جات للاسف طبعا يعني الزوجه 17 18 طعن والواد الصغير 7 طعنات واخته 6 طعنات والواد الرضيع واخد اتخنق موتوه والراجل واخد كام طعنه في المطبخ. طبعا الناس الشرطه جات لقت الجثث متفحمه للاسف، الاطفال ايه اللي حصل؟ واحد جاي من اكتشاف الصناعيه اللي شغالين عندهم الصبح كانوا بيجروا من الصناعيه دول، قالوا ما اعرفش ولا صناعات كهرباء. بالتحريات مسكوا الاثنين. على فكره صور العيله المجرمين دول مش مجرمين، دول والله ما عارف اقول عليهم ايه. ادي عمر محمد مصطفى عنده 22 سنه وادي محمد مرزوق عنده 20 سنه. ليه؟ وادي الاطفال اهي مع ابوه، صوره الاطفال. للاسف ما عرفناش نجيب صوره الزوجه. ليه؟ قتلته واغتصبته وحرقته. يعني قتلته الراجل ومراته و3 أولاد واغتصبته الست عشان ايه؟ 600,000 وكم عملة ذهبية وغشتين. هي 600,000 تجيب ايه دلوقتي؟
طبعا من 600,000 جنيه 600,000 ليرة يعني حوالي 225 دولار. اللي يسمع 600,000 يقول لك ايه؟ 600,000 ليرة يعني 225 دولار سوري. وختمين ذهب وليرتين ذهب، عملتين ليرة يعني ده. الجريمة دي حصلت فين؟ في ريف دمشق سوريا، في بيت اسمه بيت سحم. ليه؟ تم القبض عليهم، ودي جزء من اعترافاتهم على فكرة، معترفين صوت وصورة. وللأسف كل شبكات التواصل الاجتماعي بتطالب بإعدام الكلبين دول، لكن لحد الآن لسه إجراءات المحاكمة. لكن أنا أقول إيه؟ لله الأمر من قبل ومن بعد. أشكركم.